السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رجعت لكم بوصفة بعد أسبوعين من الغياب. طبعا كنت غايبة عنكم بسبب المرض، والحمد لله هيني رجعت بوصفة صحية وزاكية وبتشهي. وعلى فكرة هاي الوصفة بتنفع للناس اللي مش عاملة دايت عادي، يعني لأنها كتير زاكية. هاي الوصفة اسمها برغل بالبندورة. إذا حابين تعرفوا الوصفة بالتفصيل تابعوني لآخر الفيديو. هاي هي المكونات قدامكم، مكونات كتير بسيطة ومكونات مغذية. طبعا مثل ما انتم شايفين مكونات مش غريبة ابدا. تقريبا استخدمت هون نص كيلو من البرغل. بتقدروا تقللوا الكمية او تزيدوها حسب عددكم. هون بنجيب طنجرة بنحط فيها معلقتين من زيت الزيتون. طبعا اذا انتم مش عاملين دايت عادي بتقدروا تكتروا، ولكن انا بشوف معلقتين بكفي وكتير. بنحط بصلة صغيرة بنضلنا نقلبها لحتى تدبل. بعدين بنحط الفليفلة. بتقدروا تضيفوا فليفلة ملونة. طبعا الفليفلة الملونة بتعطي طعم أزكى من الخضرة، ولكن أنا ما كان متوفر عندي غير الأخضر فحطيتها. وطبعا الحلو في هاي الوصفة بتقدر تحطوا فيها خضار شو عندكم، يعني أنا مرة عملت كمان فيها كوسة طلعت كتير زاكية. وحطيت هنا الجزر المبروش. وطبعا بنضل نقلب هيك لحتى تدبل شوي وتاخد النكهات من بعض. وحطيت هون حمص مسلوق. بنحركهم كتير منيح مع بعض، وهلأ بنضيف عليهم شوية مي لحتى يستووا مع بعض. لازم نحطهم يستووا مع بعض لأنهم ما بيستووا مع البرغل، لازم وقت أكتر أو وقت أطول. فهون بنحط عليهم شوية من المي المغلية وبنسكر عليهم الغطاي. تقريبا بنحطهم 5 دقايق 10 دقايق بالكتير لحتى هيك يطروا شوي. بعدين بنضيف باقي المكونات والبهارات، وهلأ بفرجيكم كل إشي حطيته. طبعا هون حطيت صدور الدجاج. بتقدروا تعملوها بدون دجاج عادي، يعني أنا جربتها كتير، يعني يمكن هاي 5 أو 6 مرة بعملها هاي الطبخة. وكنت مرات أعملها بدجاج ومرات بدون. حطيت الدجاج شوي وشوحته، وبعدين حطيت البندورة. عادي البندورة ما بتزنخ مع الدجاج، فلا تخافوا من هاي النقطة. بعدين حطيت 3 معالق من صلصة البندورة، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان. طبعا هون دبس الرمان لا تستغنوا عنه أبدا، لأنه بيعطي نكهة كتير زاكية. هو فعليا يعني النكهة المميزة فيه هو دبس الرمان. بنحط معلقة من بهارات الدجاج وملح وكاري وشوية من الهيل وبابريكا وبهارات مشكلة، يعني بتقدروا تحطوا البهارات اللي انتوا بتحبوها، ولكن هاي البهارات كتير لايقة على هاي الوصفة. بنحركهم كتير منيح. انا طبعا كل اشي رح اكتب لكم اياه بصندوق الوصف ان شاء الله. هلا بنضيف البرغل. طبعا البرغل فقط بنغسله ما بننقعه ابدا، تمام؟ يعني مش مثل الرز. وهلا بنحط عليه المي المغلية. تقريبا بنعامله معاملة الرز هون، يعني ما بنضيف مي كتير ولا قليل، زيه زي الرز العادي. بنضيف تقريبا كل كاسة بكاسة، يعني كاسة برغل بكاسة مي. وانتوا على عينكم يعني بتشوفوا مقدار المي. هون بتقدروا تذوقوا وتعدلوا الملح. أول إشي بنتركها على نار عالية لحتى تغلي، بعدين بنوطي تحتها. شايفين أول ما نطلع البرغل هيك بيكون بتحسوا إنه لساته فيه مي، ولكن اتركوه هيك ربع ساعة 10 دقايق قبل ما تفتحوا عليه أو تسكبوه يعني. رح تشوفوا إنه كيف الحبات كلها رح تمتص كل المي ورح ينشف. يعني عادي ما تقلقوا من هاي الناحية، ولكن لازم تتركوه. بس أنا كالعادة بكون مستعجلة عشان التصوير، عشان بدي أخلص. فهون مبين إنه مخبص أو طري شوي. هون فقرة السكب الفقرة المفضلة إلي. هون تقدروا تزينوه بالطريقة اللي انتو بتحبوه. طبعا ما بحكي لكم عن طعمه كتير زاكي. وزي ما حكيت لكم هو هون دبس الرمان بيعطي نكهة كتير مميزة، فلا تستغنوا عنه. في ناس طبعا بحطوا دبس الفلافلة بالطبخة، بس أنا ما كان عندي. هون أنا عاملة سلطة الشمندر، السلطة المفضلة إلي بما إنه أنا عاملة دايت كنت وقتها، بس حاليا أخرب الدايت مع المرض. عن جد كان طعمها كتير زاكي، وعصرت عليها ليمون. طعمها كان خرافي بكل ما تعني الكلمة. فعليا أنا تغديت وأنا قاعدة بصور، كنت كل لقمة أحكي خلص بكفي بعدين أرجع أكل. طبعا هاي الطبخة بيلبق معاها اللبن، فكونوا محضرين علبة لبن كتير زاكي اللبن معاها. وبس مش عارف أحكي لكم أكتر من هيك، لازم تجربوها علشان أنتوا تحكموا. عن جد طبخة سهلة وسريعة وزاكية ومفيدة، خصوصا اللي عندهم أطفال واللي ما بيحبوا ياكلوا خضار. هاي الوصفة رائعة. أنا عندي ابني الكبير بيعجب علي بالأكل، فهاي الوصفة خصوصا كتير بحبها. بحكي لي دايما ماما اطبخي لي منها.
فعشان هيك جربوها لأطفالكم. إذا حبيتوا الوصفة لا تنسوا تخبروني بالتعليقات، ولا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وكومنت وشير وسبسكرايب للقناة، ويعطيكم ألف عافية وصحتين وهنا.